في جاي وراجو كانا صديقين حميمين، وفي أحد الأيام ذهبا في نزهة إلى الغابة للتمتع بجمال الطبيعة. فجأة رأوا دبا كبيرا يتقدم إليهما، ففزعا وخافا خوفا شديدا. كان راجو بارعا في تسلق الأشجار، فسارع على الفور إلى أقرب شجرة إليه وتسلقها، غير مهتم بصديقه الذي لم يكن يحسن التسلق إطلاقا. أما في جاي ففكر قليلا وتذكر حينها أنه قد سمع بأن الحيوانات المفترسة لا تحب الجثث الميتة، لذا استلقى أرضا وكتم أنفاسه. وصل إليه الدب الكبير وراح يشمه ويدور حوله لبعض الوقت، ثم تركه وذهب. فنزل راجو من أعلى الشجرة وسأل صديقه ساخرا: ماذا قال لك الدب حينما كان يهمس في أذنك؟ وأجابه فيجي: قال لي أن أبتعد عن الأصدقاء أمثالك، ثم تركه ومضى. العبرة من القصة دي بقى إن الصديق الحقيقي هو الذي تجده وقت الضيق.